الأسطورة بتقول إن كان في مزارع اسمه هويا، والمزارع ده كان بيرعى الأغنام بتاعته في مقاطعة اسمها مقاطعة ترانسلفانيا في رومانيا. يقال بالتحديد إن الراعي ده كان زهقان من الشغل جدا، لأن طبعا صاحب الشغل كل ما هو يجي يطلب منه حاجة كان بينفض وكانش بيهتم بأي حاجة نهائي. في يوم الحر فيه شديد جدا وكان وهو بيرعى الأغنام برضه، كان الحشائش الموجودة عشان الأغنام تاكل كانت قليلة بسبب الحر الشديد، فقرر إن هو ينتقل لمكان جديد. قبل ما الراعي ده يمسك الشغل صاحب الشغل نبهه لحاجة مهمة جدا، قال له ما تقربش من الغابة اللي جنب بركة المية دي نهائي، وما تحاولش تدخلها خالص تحت أي ظرف. طبعا هويا كان عارف الأساطير والمخاوف اللي بتتقال عن الغابة دي، وإنه كان بيسمعوا أصوات خارجة منها وأصوات صراخ وحاجات غريبة جدا. وبرغم كل اللي أنا حكيته ده قرر هويا إن يرمي كلام صاحب الشغل في الأرض، وقرر إن بعد كل ده إن دي مجرد تهيؤات. وهنا حدثت المفاجأة، قرر هويا إنه يدخل الغابة.